حبايبي عاملين ايه؟ ربنا يخليكم لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص بقى، حب الكعك بقى ولا اجمل ولا اروع. ولا تشتريه من بره، ولا تفكري تشتريه، ولا تفكري تعمليه غير بطريقة ام محمود. ربي يصلح ما بين ايديكم. كل سنة وانتم طيبين. عيدكم مبارك، يرزقنا ليلة القدر والرحمة والمغفرة والعتق من النار. الله على الجمال. شايفين الدوبان؟ بص 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 بص. وهقول لكم الاسرار والتكات والحركات اللي هي لو انت عايزاه اقل من كده، لو انت عايزاه كده يعني خشن شويه ناعم شويه، الدنيا تمشي ازاي بالكوبايه. انا ما عنديش جرامات بصراحه، يعني ما بقولش جرامات بجد، بس انا واثقه من مقاديري. شايفين الحشوه؟ مكسرات وملبن. الله عليك الله عليك. عايزه تعملي ملبن بس مفيش مشكله، مبروك عليك. الف هنا وشفا على قلوبكم. ولا اجمل. لازم تجيب الملبن بتاعك يكون مصدر موثوق منه 100%، عشان ما يحجرش من جوه. تمام كده. لانها حصلت معايا يا جماعه، جبته في سنه يعني استهترت كده بمعنى اصح، وجيت عملته لقيت بقى يحجر. اللي خلى البتاع يعني، بصوا المكسرات عامله ازاي، ولا اجمل ولا اروع، والملبن سايح ونايح وحاجه كده. شوفوا، خفيف زي الريشه، من جوه فيه فراغات، ناعم، مش اللي هو واخدين بالكم، احلى من بتاع المحلات مليون مره. حطي بقى ساده، اعمليه بسكر، اعمليه بملبن بعجميه. يا جماعه انا جيت عملت بالعجميه. العسل اللي كان جاي ده بنتي كانت جايباه من حد كده، يعني بيبيع لله، يعني بتجامله. المهم فكان عسلنا احنا خلاص، جيت اعمل العجميه عشان انزلها لكم. فعلا لقيتها حجرت. اللي عندها عسل وعايزه تعمل عجميه، لو عايزه المقادير تقول لي، وانا اقول لها عليها و... وتعمل العجميه. المعجميه سهله وجميله وحلوه خالص. تمام كده. وفي بردك في الكعك بتبقى تحفه بصراحه، انا بحبها قوي. واخدين بالكم؟ ايوه، حط اللايك والشير وسبسكرايب، ويا رب يصلح ما بين ايديكم. هنا الملبن يا جماعه اهوك زي ما انتم شايفينه، سايح ونايح. بصوا عامل ازاي كده. هنعجنه مع بعض ونكوره. اول حاجه تعمليها عشان قبل العجينه، لان العجينه دي يا جماعه ممنوع ان هي تحطيها وتسيبها تخمر. واخدين بالكم؟ هنعجن العجينة الملبن بطريقة سهلة وبسيطة، بتكات وحركات مطبخ أم محمود. حط اللايك والشير وسبسكرايب، وكل عام وانتم طيبين. ده ايه ده؟ ريحة الموز ونحطها على الملبن، الله. بتبقى ولا أروع ولا أجمل بجد، ولا أروع، بتخلي له ريحة في حتة تانية خالص. تمام كده. اللهم صل على النبي. شوف الريحة بقى ديك، هتفحفح في قلب، تسمع اللي رايح واللي جاي والدنيا كلها. ونفس المقدار يا جماعة، هنا حطيت مكسرات جرشتها في قلب الكبة بتاعتي، او تدقيها في كبة الخلاط، تديها فرمة بسيطة عشان ما ينعمش منك. ورحنا عجنها بحتة سمنة ايه، بلدي سايحة ونايحة كده، جميلة وأمورة وقمر زيكم. تمام كده. ربنا ما يحرمني منكم يا رب، اخواتي وحبايبي كلكم على راسي، ربنا يخليكم ليا. عايز اقول لك، انا لما جيت احط بعجن العجينه، خليكي معايا بس للاخر كده. ايه اللي حصل؟ لا هقولها لكم دلوقتي قبل ما انساها. نسيت احط نفس الغطا بتاع الموز ده على العجينه وانا بعجن. مش نسيت احطه، لا، ما ظهرش معايا في الكاميرا. تمام كده. انت بتعملي هنا الكوره على قد الايه، الكحكه اللي انت هتعمليها. واخدين بالكم؟ هي عشان ما تسحش منك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا السمنه بتاعتنا، ادي اتنين كده. كده معانا كام؟ اتنين. تمام كده. هنا معانا 3 معالق سكر مناعم، او سكر لو مش ناعم يدوبيه في شوية اي حاجة بره كده، مية او لبن. لو انت هتعجن بلبن، انا هعجن بمية. هنا قدحت السمنة. اللهم صل على سيد. التمن تكواب، 8 كوب معياري او من بتوع الشاي، لهم 3 مجات سكر. هنا حطيت فانيليا، وحطيت ريحة الموز، غطا من ده وغطا من ده، يبقى ال8 لهم 3. طب ام محمود انا مش عايزاها ناعم، يبقى انا اخليهم 2.5. عايزاها نعمان نص نص، يبقى انا اخليه 3 الا ربع. يبقى ال3 على ال8، ال8 دول بيعادلوا كام كيلو. حطيتي ايه يا ام محمود في الاول؟ الابيض ده كانوا هما معلقتين 2 نشا. نشا يا ام محمود، عشان يمتص الرطوبه. واخدين بالكم؟ ويخلي عجينتك ناعمه زي الحرير. هنا لازم تبسي بس بما يرضي الله. حطيت العجينه، السمن مقدوح
لا هو مقدوح قوي ولا هو بارد خالص، في الوسط، اللي هو تحط شويه دقيق في قلب السمنه، تبص تلاقيهم فرط. اول ما تفور حبه الدقيق في قلب السمنه، تروحي كبه الدقيق على الايه، على البتاع. هنا قدحت معلقه سمنه مع السمسم وحطيتها، كانت ولا اجمل ولا اروع في الريحه. بقول لكم انت لو حطيتي ايدك كده ولسه بتشقق، يبقى ايه، محتاجه منك شويه ايه، ميه. الميه ليه يا ام محمود؟ انت عجنت بميه وحطيت معلقتين او ثلاثه لبن بودر، تمام كده. يبقى لبن بودر معلقه، اتنين معلقتين راب بودر، اتنين نشا، وايه، معلقه صغيره ممسوحه خميره فوري، خميره بتاع اسمها ايه، بيكنج باودر، معلقه ممسوحه صغيره خميره، وبدوبها في شويه ميه مع اللبن وبركنها، مش بحط اللبن في قلب البتاع. يبقى انا عملت اختبار للايه، للخميره. يبقى سكر 2 معلقه، خميره معلقه ممسوحه من بتاع الشاي، خميره فوريه بتاع بيكنج باودر معلقه ممسوحه، تمام كده. هنا انا جربته قدامكم، ما شقتش زي ما انتم شايفين، بسم الله اللهم بارك كده، واخدين بالكم. وهحط هنا بقى ايه، الملبن، واقفل. يبقى واحده صغيره 2 سكر، واحده صغيره خميره، واحده صغيره بيكنج باودر خميره الحلويات، 2 سكر، 2 لبن بودر. ده اللي انا هعملهم على جنب الدراي، اللي هم السايل، واحطهم تتفاعل الخميره، واروح كبها. مش عايزه الخميره لا ريحتها تطلع، ولا زي ما انتم شايفين الكحكه في اول الفيديو كانت عامله ازاي. يبقى 1 1 2 2، تمام. هنا لو انا بنقش والبتاعه اتقطعت مني، واخد بالك، ممكن يكون منقش وحش، مش يبقى العيب في العجينه، تمام كده. بروح عايصل الدهنه المنقاش او البصامه دقيق، او البصامه دقيق، تمام كده. وابتدي انقش الدقيق، بيخليها بقى ايه، يعني يمنع ان هي تعض، يمنع ان هي تعض في العجينه، تمام كده. يبقى معايا، هرجع تاني واقول 3 سمنه اللي انت عايزاه، الكحك زي ما انت عايزاه، زي ما انت شفت في اول الفيديو مع ام محمود. 3 سمنه على كام مج دقيق؟ ده بتاع اسمها عجوه اللي كنا عاملينها مع بعض، تمام كده. العجوه دي يا جماعه انا عملتها بالسمنه، دعكتها بالسمنه، وعملت لها ايه، حطيت لها شويه بتاع سمنه وقرفة. القرفة مع السمنة مع العجوة بتوديها ولا أجمل ولا أروع، ولا أجمل ولا أروع بصراحة. قال دي ورقة الشجرة، يعني واخدين بالكم، دي ورقة الشجرة. أنا بعملها مش قد كده بصراحة، يعني مرات ابني بتعملها ولا أجمل ولا أروع، أنا بعملها على قدي، ما أقدرش أقول لكم. نقول المقادير تاني للناس اللي لسه داخلة الفيديو. إيه المقادير يا أم محمود؟ 3 أكواب سمنة، أو 2 ونص لو أنت عايزاه خشن شوية، لو أنت عايزاه متوسط يبقى 2 ونص، لو أنت عايزاه ناعم زي أم محمود عاملاه يبقى 3. ده بالنسبة للسمنة. بقدحها نص قدحان، ما بخليهاش تقدحها خالص عشان ما تكسرش العجينة مني، تمام كده. بروح جايبة معلقة، ممكن احط الدقيق السمسم في قلب السمنة، او مش عايزة سمسم خالص ما تحطيش، تمام كده. ونرجع تاني نقول ايه اللي معانا. معلقة خميرة فورية، بعمل لها اختبار، الاختبار بتاعها بحط عليها معلقة خميرة فورية بتاع الشاي، من بتاع الشاي، بحط عليها معلقتين سكر، واروح عاملاه الاختبار، واروح جركناها على جنب في مية نص مج مية. العجينة دي خدت منك قد ايه يا ام محمود مية؟ خدت مني 2 إلا ربع مج من بتاع الشاي، 2 إلا ربع مج مية من بتاع الشاي. ده لو انت عجنة كمية كبيرة. شوفوا البصامة انا عملتها ازاي، بصوا، اللهم صل على سيدنا. لو انت عجنه كميه، اعملي بالميه عشان يعيش معاكي من السنه للسنه. هتعملي باللبن كيلو، يبقى هيقعد معاكي شويه، ولو عملتيه اكتر من كده باللبن مش بلوش عمر يا جماعه، واخدين بالكم. لو انت مش حابه السمسم بلاش، مفيش مشكله. البيكنج باودر بحطه في الدقيق، وانا بقى ايه، بنخله مره واتنين، وذره ملح. ده الحاجات الضراي مع بعضها، تمام كده. نرجع نقول تاني ولا ايه رايكم؟ تمام. هنا بقى انا بنقش، اعملي بالمنقاش. المنقاش ده بقى ذكرياتي الجميله، عايز اعمل كله بالمنقاش. انا عن نفسي بعشق المنقاش، تمام كده. وبعشق بطريقه وبنقشه بطريقه امي، هو ده طريقه امي، ما بفتكرش حاجه، هو ده اللي انا عملته مع امي واتعلمته من صغري. والبصمه بقى طبعا داخله علينا، ده من سنين بنعملها بيها، تمام كده. هتسوي على ايه يا ام محمود؟ الفرن بتاعي بروح مسخناه على 180، ولو هو عالي قوي بنزله بخليه مثلا على 150، عشان يا جماعه الكحك يبقى ايه، مستوي على الهادي، يطلع معاكي كده ايه من جوه مفرغ، مش اللي انا بجزره، تمام كده. برصه جنب بعضه، واخدين بالكم. وانقش بقى بطريقه حلوه، واعمل بطريقه حلوه. بحشي المكسرات زي ما انتم شايفين، احطها في الملبن زي ما انتم شفتوا، بطريقه ولا اجمل ولا اروع،
تمام كده. يبقى معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر، تمام، اللي هي خميره الحلويات. ذره الملح، معلقتين نشا. ده الدراي، ده الدراي، خليكم لاخر الفيديو معايا، ده الدراي. نيجي اللي هو السوائل، معلقه صغيره خميره بيره اللي هي الخميره الفوريه، تمام كده. ويا سلام لو في خميره بيره بقى، ما بعدناش بنجيبها. ونحط عليهم معلقتين سكر ومعلقتين لبن واركنهم على جنب، تمام كده. ايوه. العجوه بحط عليها شويه ايه شويه قرفه، بتوديها في حته تانية. عايزه تحطي فيها مكسرات في العجوه حطي. شايفين بقى هنا حطيت فوق عين جمل، حطي لوز، حطي بندق، حطي فستق، اللي متوفر في فول سوداني ما تحطيش. الف هنا وشفا على قلوبكم. كل عام وانتم طيبين، ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم. اهم حاجه يا جماعه في الكحك البس. ان بسيت العجينه بتاعتك حلوه هتاخدي نتيجه حلوه. استهترت بالبس بتاعها، لا، يبقى حد الله ما انت واخده نتيجه حلوه، يبقى انت فشلت في الكحك بتاعك. بسي مش اقل من ربع ساعه، بسي مش اقل من ربع ساعه. شايفين التسويه؟ شايفين الخبيث في اول الفيديو؟ شايفين العجينه عامله ازاي والدنيا عامله ازاي؟ والله حتى انا مرات ابني قست شويه عليه، انا زعلتها، قلت لها ما تقسيش عليه كده، تمام كده. الله اكبر. شوف التسويه من تحت ومن فوق، ولا اجمل ولا اتوال ولا العبد ولا مش عارف مين، ام محمود وبس، ام محمود وبس. الله اكبر. اللي جنب من الحب في الكلام بتاعه كانوا هيكفوا على وشه. الف هنا بالشفا على قلوبكم. بصوا الكحك عامل ازاي، واو. عايزه اقوم اجيب وحدتين بقى وكوبايه، عايزه كوبايه عصير برتقال. والله العظيم اللي بيحبني يجيب لي وحدتين وكوبايه عصير برتقال. يا سلام.